ابويا الله يرحمه، احنا كنا الاول الواحد كان يشوف ابوه وهو جاي من بعيد كان يجري يستخبى وميبقاش عامل حاجه ولا خايف من حاجه. دلوقتي العيل يلاقي يبقى نام على جنبه وابوه جاي في بق السجاره ولا جاي يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا يا جماعة اللي هيبدأ لكم الفيديو النهاردة ابو اسلام اهوت. يلا يا ابو اسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا يا أحباء رسول الله. احنا النهاردة بنتكلم عن المبادئ والأصول والاحترام. الاحترام دلوقتي خلاص ما عادش زي الأول. الناس دلوقتي احنا عايشين دلوقتي في العصر الحديث، ما عادش زي زمان. الناس كانت الأول كانت بتحترم بعضها، كانت الناس بتعمل خطر لبعضها. كان اللي عنده فرح لازم وجاره عنده ميتم كان يحترموا بعض. يمكن الفرح ده كان يتلغي او يمكن ما يتعملش او يتعمل في مكان تاني. ليه؟ الناس كانت بتعمل خطر لبعضها وكانوا بيحترموا بعض جامد ويزعلوا على زعل بعض ويحترموا على احترام بعض. النهارده تلاقي في فرح شغال وفي ميتم جنب منه شغال، عزا بتاع ميتم شغال. ما عادش زي الاول الناس تحترم بعضها. ولا عاد نركب القطر او المترو تلاقي عيل صغير راكب وواحد واقف بيستند على الحديده مش قادر يقف على رجله. يعني من نادر. كانت الاول احنا كان زمان النفر ابوه كان يوصيه بالحاجات ديت، وكان ابوه بيعرفه الصح ايه والمبادئ ايه والاصول ايه. وكانت الناس الكبيره زمان يعني ابويا كان يتواعد مع الناس، كانت الكلمه عامله زي الشيك، عامله زي وصل الامانه من غير وصلات امانه. الكلمه كانت عامله زي وصل الامانه، لو هو المبلغ ده قد ايه او طوله قد ايه. وكان الامانه ديت يعني الرسول عليه السلام قال لك يعني دلوقتي الامانه دلوقتي الرسول قال لك اذا ضيعت الامانات فانتظر الساعه. دلوقتي ممكن واحد يعني عنده واحد حاجه وينكرها، هذا ضمن الامانه بتاعت الناس. العيل دلوقتي ممكن يبص لراجل كبير واقف ويشتمه وممكن يضربه كمان. انما احنا لو زمان كان الراجل حتى لو مسك الواحد ضربه قلم ولا قلمين ما قدرش يرفع وشه فيه ولا يقدر يفتح، لان بيحطه في مكان والده، كان بيعتبره زي والده. لان النفر كان ابوه معلمه الاصول ايه والمبادئ ايه وكل الحاجات دي كان بيفهمه عليها. ف ابويا الله يرحمه، احنا كنا الاول الواحد كان يشوف ابوه وهو جاي من بعيد كان يجري يستخبى وميبقاش عامل حاجه ولا خايف من حاجه. دلوقتي العيل يلاقي يبقى نام على جنبه وابوه جاي في بق السجاره ولا جاي يعني. لو واحد قال لابوك جاي مش مشكله عنده. الاول كانت الناس في احترام جامد وفي احترام شديد. وكانت الناس تحترم بعضها وكانت بتود بعضها وكان كل حاجه كويسه. وكان الاول برضه لما كان والدي انا كنت مفهم ابني لو جدك بينده وانا بنده لا لازم تروح لجدك الاول تشوف طلبه وانا الاخر. لان انا وابني نروح نشوف ابويا طلبه ايه وعايز ايه. الله يرحمه يا ابو اسلام. الله يرحمه. كان لازما ابني كنت انا مفهمه كده، يقول له لو جدك بينده وانا بنده هتروح لجدك الاول تشوفه عايز ايه وانا في الاخر. لان المفروض انا برضه راح اخدمه مع ابني، بس هو كان ساعات ينده على ابني يعوز منه طلب ولا حاجه اقول له لا اروح له اديله طلبه هو الاول. وانا طلبي في الاخر بعد جدك ما تشوف عايز ايه انا في الاخر. لان انا وهو نروح نشوفه هو عايز ايه ونديله طلبه. الله يرحمه كان يخاف علينا جامد. وانا والدي من شده حبه له كان معرفه يعني
لما توفى حزنت عليه جامد أو لحد دلوقتي انا حزين عليه، لان ما كانش بيشيلنا هم حاجه. انا كنت جايب طبعا توك توك بشتغل عليه، ولو قعدت للساعه 1 للساعه 2 بالليل ما كانش ينام الا لما انام. كان ينده عليا انت جيت يا حبيبي، اقول له انا جيت يابا، يقول لي طب ماشي. يروح اخوك جه، هقول له اخويا برده كان عنده برده توك توك كان بيشتغل به، وما كانش ينام ولا يخش الغرفه بتاعته اوضه النوم الا اذا كنا احنا الاثنين نيجي. كان جيت انا الاول يسالنا على اخويا، ولا اخويا جه الاول كان يسالوا عليه. ولما نيجي كان بيخش ينام، خلاص كده اطمن علينا كان يخش ينام، لان اخويا الكبير كان قاعد في مكان غير المكان بتاعنا، كان قاعد في حته تانية واحنا كنا قاعدين جنبه، فهو كان بيطمن علينا كلنا. الله يرحمه. الله يرحمه. ووالدتي كانت ست طيبه جدا برضه. هو كان والدي كان شديد علينا جامد بس كان حنين، واحنا كانت امي ست طيبه جدا جدا يعني. وام اسلام ما كانتش عمرها قالت لها حماتها، كانتش تقول لها لام عزيزه، ام عزيزه على طول. ما قالتش حماتها لما عملت القناه ديت عشان تعرفكم ان دي حماتها مش والدتها، لان والدتها عليها رحمه الله توفت برضه. الله يرحمها، الله يرحمها ويرحم والدي ويرحم جميع الامهات والابهات، ويجعل مثواهم الجنه يا رب. امين يا رب العالمين. واللي له ام واب يحطهم في عينيهم، ملهوش بركه الا هم، ويأدوا لهم طلباتهم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصانا عليهم، وزي ما ربنا وصانا عليهم، ولا زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصانا على الاب والام والرسول عليه الصلاه والسلام. ديت مكة بنت إسلام بنت ابني، ربنا يا رب يبارك فيه هو واخواته وربنا يخليه. هو دلوقتي مش هنا، هو مسافر شغال، ربنا يعينه على لقمة العيش ويرزقه ورزق بناته، والله المستعان. وطبعا ام اسلام ديت معايا عشرة عمر طويلة، بقالي هيجي 30 سنة معايا، عمرها ما زعلتنا، عمرها ما طلبت مني طلب انا ما اقدرش عليه. الحمد لله. كانت ممشيه البيت سواء انا عارف فيه ايه ما فيش ايه، كانت مخليه البيت دوت اكنه مليان خير يعني. ما كانتش سواء انا معايا ما معيش، فكان البيت احس ان هو مليان خير. الحمد لله. الحمد لله. وربنا يا رب يبارك لي فيها. وكانت دايما معانا على الحلوه والمره. احنا بقالنا متجوزين من 25/11/93. الحمد لله. ربنا يخلي لنا عيالنا والله يا جماعه. الحمد لله. مثلا مش بيحترمونا برضو زي ما احنا بنحترم اهالينا، وزي ما بنبر اهالينا بيبرونا برضو. يعني اللي بيعمل حاجه فعلا والله يا جماعه بيلاقيها. طبعا الاب والام دول بيبقوا كنز كبير قوي 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 قوي، الناس مش عارفه قيمتها والله يا جماعه. يعني الناس اللي هي تقول لك لا ده والدي ووالدتي تعبني، لا ده انا بعديهم هافضه، ده بعديهم مش عارف ايه، لا كدابين، لا ده هم كده غلطانين جامد 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 جامد. لان الاهل دولت كنز، اهلك لا تهلك فعلا، ان كان الام، ان كان الاب، ان كان الاخ، ان كان السلف، ان كان السلفه، ان كان ولاد السلف، ان كان ولاد الاخ، كلنا بنبقى عزوه كده مع بعضنا. في فرح بنبقى مع بعض، في هنا بنبقى مع بعض، في حزن بنبقى مع بعض، بنواسي بعض طبعا. واللي عنده حاجه، حد تعبان فينا، تبص تلاقي الكل جايله. دي بتبقى حاجه حلوه يا جماعه. واحلى حاجه لما الجيران تبقى كويسه مع بعضها، لان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على 7 جار. طبعا الجيران دول كنز، والحمد لله جيراننا برضو حلوين والله يا جماعه. انا كان ليا بيت هنا يعني جنب الغيط على طول، وبرضو بيتي جنب الغيط التاني. مجرد بس ما نقلت والله الناس بقت يقولي كده ويعيطوا، يقولوا يا ريتك ترجعي تاني يا ام اسلام عندنا. اقول لهم يا جماعه لا، انا جيت البيت الجديد خلاص. يقولوا لا والله، طب ما تقعدي فيه ولادك وتيجي انت في البيت القديم. اقول لهم يا جدعان مش هينفع، فرحتي ان انا اقعد مع اولادي مع حبايبي. يقولوا يلا ربنا يبارك لك فيه، ويرنوا عليا ويقولي ويودوني. والحمد لله، سواء يقولي انا جيلهم بالتليفون انا هم بالتليفون. يعني الناس لما بتبقى كويسه مع بعضها يا جماعه الدنيا بتبقى حلوه. ان انا افتكر امي الله يرحمها وام عزيزه، الاتنين صراحه
هم اصلا ولاد خير. فتبصوا تلاقي يا جماعه كنا نعمل مثلا في عاشوره دي، مثلا نعمل عاشوره دي تدي دي ودي تدي دي ودي تدي دي. والله يا جماعه لو عملنا طبق بصاره، خدي دي مرات خالك دي، ادي خالتك دي، ادي فلانه دي، ادي دي ودي تجيب. يعني مش حجه ان مثلا ابويا رشاد وامي عايزه يدوا بس، لا، او كنا ناخد من الجيران برضو، لان كانت الجيران كنز زي ما الناس ما بتقول، كانوا اقرب من الاهل. يعني قال لك الجار ولا الاهل، قال لك الانفع في الاثنين. ما هو انا واحنا كان زمان كان عندنا، زمان ايام والدتي ووالدي كان عندنا الارض، وكنا عندنا البهايم كتير، وكنا نيجي في شهر رمضان دوت عشان الناس بتعمل الكحك والبسكويت، كان يجوا على اللبن دون كان بيطلع زكاة عن البهايم وعن صحتنا وعن الارض. كان يجوا يا خالة ام مجدي احنا عايزين الوجبه بتاعت الصبح، يا بنتي دي خالتك فلانه قايله احنا عايزين الوجبه بتاعت بالليل علشان يعملوا الكحك والبسكويت والحاجات دي. كل دي كان طالع في ميزان حسناتهم الوالد والوالده، فكانوا مفهميننا كده برضو ان لازم يطلع ده كده، وما كانش بيطلع الا في شهر رمضان عشان زكاة عن البهايم والارض والحاجات ديت. فكان في خير جامد، كان في خير طبعا. واللي كانت بتقول على وجبه الله اكبر، يعني الوجبه بدل كانت تزيد تروح للناس زايده، لان احنا بنطلعها بنيه صافيه. والنيه الصافيه دلوقتي يعني لو الدنيا مليانه خير او مليانه، لو الخير كله اصلا في صفيان القلب. طبعا النفر ما يبقاش قلبه فيه حقد او غل من ناحيه اي حد، هو ده صفيان القلب. وادام الدنيا الناس قلبها صاف وقلبها ابيض، خلاص يعتبر ان النفر تلاقيه بيبقى في خير وكده يعني. والله هي نسيبت ناس طيبين وناس محترمين وناس عندهم اصل، والحمد لله عمرهم ما زعلوني لا كبير ولا صغير. الحمد لله. وحماتي رحمها الله يرحمها عليها رحمه الله، كانت ست يعني، كانت بعتبرها زي والدتي، هي كانت معتبرين ان هي انا ابنها يعني، من الحنيه بتاعتها كانت طيبه جدا زي والدتي بالظبط. والله الله يرحمها. وهي برضو بتشكر في اهلي، بتقول اهلي هم ناس طيبين، وهم برضو كانوا ناس طيبين، هم برضو ناس طيبين والحمد لله، وربنا يدينا ويديهم الصحه الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات وتفعلوا الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.